مساء الخير عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هحط حتة زبدة أو أو سمنة المتاح عندكم، وبحط شوية زيت. أعمل بقى أحط بصلاية. أنا بقطعها مش بفرمها في الكبة، والنار تكون معاكم هادية. أنا هعمل فاصوليا خضراء، تيجي أشوحها، وطول ما النار هادية على الخضار أو على الأكل بيكون طعمه أحلى وبيستوي بالراحة. شوية بقى فلفل أسود، ريحته كده تطلع، وشوية كزبرة ناشفة. اقلب بقى لحد ما البصلة تدبل خالص. البصلة ابتدت تدبل، بصوا الفاصوليا انا مقطعاها بالشكل ده كده، شكلها حلو. وممكن على فكرة في ناس تانية بتفتحها بالطول كده بتقطفها. هنزل بقى بالفاصوليا اشوحها مع البصلاية. لو انتوا الطماطم مش مسبكينها وشايلينها في الفريزر، سبكوا الطماطم الاول. بس انا عشان خاطر الطماطم عندي جاهزة في الفريزر وانا مسبكاها، فنزلت في الفاصوليا الاول مع البصل مع البهارات، تاخد تشويحة كده كويسة. بصوا كده اتشوحت كويس ولونها جميل ما شاء الله. انزل بقى عليها بعصير الطماطم. بصوا اصلا شكل العصير، اصلا يا جماعة الفاصوليا والبسلة يعني الخضار اليومين دول حلو قوي يعني. ابتدي بقى اخليها الطماطم تفك، اسيبها تتسبك مع نفسها شوية. وممكن تضيفوا لها فص ثوم لو انتوا حابين، او لو مش عندكم شوربة ممكن تحطوا لها مرقة خضار. بصوا كده ما شاء الله. بصوا شكل الطماطم بقى تحفة وحمرة جدا، ومش محتاجة لا صلصة ولا اي حاجة، كلها طماطم. هبتدي بقى كنت سلقاها لحمة، احط لها بقى اللحمة في الشوربة. انا ما بحبش الفاصوليا تستوي قوي، بحبها تكون فيها يعني ايه قرشة كده. هسيبها بس فيها 5 دقايق كده واغرفها معاكم. كده بقى احط لها بس، نسيت احط السكر، احط لها شوية سكر كده صغيرين عشان الحموضة، وتحط لها بقى ملحها وتظبطوها خلاص. بصوا ما شاء الله استوت ولونها بصوا يجنن. لو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وطعمها حلو قوي قوي وريحتها حلوة جدا ما شاء الله، ومستوية تجنن. جربوها ومش هتندم. سلام. حط لك اشتراك. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. وعملت جنبها رز بشعرية وشوية سلطة بقى، وبألف هنا وشفا على قلوبكم ان شاء الله.